السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ابدأ فيديو النهاردة واعرفكم ايه اللي هيحصل في ماتش النهاردة، حابب اشكر جمهور نادي الزمالك وكل واحد داس لي لايك على الفيديو اللي فات. والله العظيم بشكرك من كل قلبي، انت متعرفش انت فرحتني قد ايه. وشكرا لكل واحد اشترك لي في القناة. طبعا ان شاء الله بعد ما هوصل 500 مشترك هعمل استوديو صغير كده، وهبدأ أذيع وأطلع بوش إن شاء الله، ونبدأ نقول مع بعض تشكيلة المباريات وكمان كل اللي بيحصل في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ورابطة الأندية وكمان كأس مصر. إن شاء الله كل الأخبار أول بأول القناة دي هتنقلها لحضراتكم دايما يا رب. وزي ما وعدتكم فيديو النهارده بيقول لكم عن تشكيلة نادي الزمالك اللي هيلعب بيها قصاد أنيمبيا النيجيري. أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم أمام فريق نادي أنيمبيا النيجيري. المباراة التي تأتي في 6 مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية. وتأكد الزمالك تأهله إلى ربع نهائي البطولة متصدرا للمجموعة، ويسعى للفوز اليوم لتأكيد صدارته على المجموعة. جاء التشكيل الزمالك التالي: حراسة المرمى محمد صبحي، خط الدفاع محمود بن تايك، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، وعمر جابر. خط الوسط محمد شحاتة ومحمد السيد، محمد عاطف. خط الهجوم مصطفى شلبي والجزيري وأحمد السيد زيزو. طبعا التشكيلة زي ما احنا شايفين كده فيها شوية تغيرات أو شوية عدم لعيبة الأساسية يكونوا موجودين، ده طبعا نظرا لأن المباراة بالنسبة لنادي الزمالك خلاص اللي هو مش عايز منها أي حاجة، بس كل تركيزه انه يبدا يشوف اللعيبه دي، خصوصا ان انت فعلا بالتاكيد في شهر يناير، وشهر يناير ده اللي هو يحصل فيه الانتقالات. اذا كانت هتبيع لعيبه او هتودي لعيبه فلازم تشوف الكل، لازم الكل ياخد فرصته عشان لما حد يمشي ما يكونش اتظلم. يبقى كله هنا لازم ينزل يلعب ويأدي، وتشوف اللعيب ده عامل ايه واللعيب ده عامل ايه. وكمان والله انا شايف ان محمد صبحي في التشكيله النهارده، محمد صبحي جون ممتاز وحارس مرمى عالمي. انا شايف محمد صبحي كويس جدا ان هو ينزل في مباراة زي دي. طبعا تشوف محمد صبحي وتشوف عواد تبدأ تثبت واحد كأساسي للمباريات اللي جاية. تشوف خط النص وتنزل اللعيبة الصغيرة. انا كان نفسي كمان ينزل اللعيب سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر والله كويس جدا ولعيب قوي جدا ولعيب كويس بيعرف يلعب، فانا كنت عايز اشوف سيف فاروق جعفر في ماتش زي كده، بحيث ان انت تقدر تحكم عليه، تعرف هتمشيه او تخليه معاك. في لعيبه تاني بره زي مهاب ياسر، اللعيبه دي ما خدتش فرصتها، نزلها النهارده. يا ريت نشوف ده في ارضيه الملعب، اللعيبه دي مش عارف راحت فين. والله العظيم اللعيبه دي لو خدت فرصتها ممكن تأدي وتكون كويسه، بدل ما تمشي وبعد كده تضطر تقول ده اللاعب ده راح ودغدغ الدنيا، ما هو ما خدش فرصته عندك في نادي الزمالك. المباراة النهاردة أتمنى تكون كويسة، نستفاد منها بإن احنا ننزل لعيبة ناشئين، نعرف نشوف منها لعيب كويس أو اتنين نبدأ نحطهم، عشان لو هنعرف هنبيع مين في يناير أو هنجيب مين يبدأ يسد في الثغرة دي. أنا نفسي الزمالك تجيب حد كمان بديل مع عمر جابر، خصوصا لو عمر جابر حصلت له إصابة أو لا قدر الله في أي حال من الأحوال تلاقي لعيب زيه كده، أو كمان يا ريت يكون أحسن من عمر جابر. الزمالك لازم تفكر في الحتة دي، خصوصا كمان في منطقة الهجوم. واحد كده مع شلبي، عايزين حد كويس مع شلبي. انا شايف ان شلبي ده لعيب كويس، لعيب هايل، بس احنا عايزين كمان لعيب معاه. يا ريت الزمالك تدخل في صفقة كل الاماني كده، لو الزمالك تدخل كمان في صفقة اللاعب محمود زلاكا. وانتوا عارفين محمود زلاكا ده لعيب هايل جدا، واحد على واحد بيعرف يعدي وبيعرف يفوت وبيعرف يلعب وبيعرف يبص وبيعرف يشوط. لا لعيب كويس وهايل، وكمان تسديداته على المرمى دي حوار تاني خالص. لا محمود زلاكا الزمالك تبص له فين؟ اداره نادي الزمالك للعيبه دي، اللعيبه الكويسه اللي في الدوري، بدل ما اروح اجيب لعيب من بره وفي الاخر اللعيب ما يطلعش كويس وارجع اندم. زي لعيبه كتير احنا شفناها الدوري ده لعبت مع نادي الزمالك وما ادتش زي ما كانت جايه ومعموله عنها ان هي التوب. زي منهم كده اللعيب زي اللاعب مش لاك اللي جه ما قضاش مصلحه، تحسه كده ان كان خلاص لعيب ما بيعرفش يعمل حاجه غير ان هو بيجري بس. يعني احنا جايبين لعيب من بره جايبينه عشان خاطر يجري،
لا يا باشا، انت ما بتعرفش تلعب كوره، انت قدام المرمى ما بتعرفش تشوط، ما بتعرفش تهدف قصاد المرمى. اتمنى مباراه ممتازه لجمهور الابيض النهارده، واتمنى تتمتعوا النهارده بمباراه كويسه. وشكرا ليكم قسما بالله لكل واحد داس لي لايك على الفيديو وعمل لي اشتراك، الف مليون شكر ليك. والله العظيم ما تعرف انت فرحتني ازاي، وربنا يفرحك زي ما بتفرحوني باللايك الكويس بتاعكم ده. ولحد هنا يكون وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى لكم ماتش كويس، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد عن الأخبار. ولحد هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.